ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوفي القناه اسمي سوسن، لايك شير سبسكرايب. النهارده زي ما شايفه كده ستي الكل فضلة خيركم عملت سمك بلطي مشوي على الفحم. زي ما شايفه بصراحه التتبيله رهيبه، ويحط التتبيله دي ومش هتندمي. فبدل ما اقول لك الحلويات دي اتعملت ازاي، يلا نبدا في الفيديو واقول لك السمك البلطي ده اتعمل ازاي بطريقه سهله وحلوه. يلا نبدا. ادي كده يا ستي الكل عايزه جزرايه مبشوره، وعايزه شبت، وعايزه 5 فصاص مهروسين من التوم، وده عصير ليمونه ونص. وعايزين دي ملعقه مش مليانه جنزبيل بودره، ملعقه برضو مش مليانه كمون، كله ملعقه صغيره، وملعقه مليانه حراميه من الكزبره، نص ملعقه من الفلفل الاسود، ونص ملعقه من القرفه والملح على ذوقك، وملعقه ونص حراميه يعني من البهار التركي، ودي شطه على حسب راحتك يعني. تمام. انا هجيب حاجه كده نلخبط الحاجات دي كلها مع بعض. ادي كده يا ستي الكل جبتها معي بايركس دي، احط الحاجات. ممكن يا ستي الكل لو عندك فلفل اخضر ممكن تحطي كرفس. انا بصراحه نسيت اجيب، يعني جبت الشبت ونسيت اجيب فلفل اخضر رومي كنت عملته. يا ستي الكل ظبط الملح بتاعك. ادي كده يا ستي الكل انا معايا سمكه بلطي، رحت فتحتها زي ما شايفه كده ونضفتها كويس وفتحتها كده اهو. احنا مش هنحمرها المره دي، هنعمل لها كده خلطه حلوه. انا طلعت 2 بلطي، فهعمل نص الخلطه دي لوحده ونص الخلطه التانية لوحده. النهارده هنعملها في الجريل شيء يعني نظبط. وانا هخليها التتبيله دي، يعني انا اول ما صحيت هعمل التتبيله دي وخليها، هحطها في التلاجة، هخليها لغايه لما نيجي بعدين نعملها مع بعض. لازم نتاكد التتبيله كلها دخلت. انا هجيب التانية هعملها بنفس الطريقه، ودي برضو التانية يا ستي الكل برضو نفس الموضوع. قطعت كده تمام وشلت الخياشين ونضفتها كويس. نحط من التتبيله الحلوه دي. وادي كده يا ست الكل بعد ما حطينا التتبيله على السمك بتاعنا، نجيب الاسترتش ونغطيها ونحطه في التلاجة لغايه لما اوريكم هنعملها فين بالظبط، احتمال على الفحم يا احتمال في الاير فراير. ادي كده واشوفكم لما تاخد السمك البلطي الحلو ده ياخد من التتبيله الحلوه كده يا ستي الكل. دلوقتي هنعمل السمك بتاعنا زي ما شايف، ما اقولكيش على الريحه فظيعه. وانا نسيت احط في التتبيله زيت، بس حطيت هنا على السيخ اللي هنعمل فيه. تمام، يعني دهنت كده زيت، فانت مع التتبيله حطي زيت. انا نسيت هدهن لاني انا نسيت زي ما قلت لك، المفروض كنت احط في التتبيله بس نسيت. وهنولع النار زي ما قلت لك، ممكن تعمليه في الاير فراير في الفرن لو ما عندكيش، او على الفحم يعني. ادي كده يا ست الكل معانا السمكة بتاعتنا الحلوة طابت. ادي كده يا ست الكل اول سمكاية معانا طابت. ما اقولكيش هي ما طلعتش من الصينية، حطي لها زيت ما تنسيش. انا نسيت بصراحة، انا اول مرة اكل سمك مشوي يعني. هو حلو بس مش ذوقي يعني. يمكن لو سمك غير البلطي يبقى حلو. انا مش عارفه بحب البلطي، او اتعودنا من احنا كنا في السودان، ماما الله يرحمها، او بنمشي اي بيت يعني في من قراباتنا وكده، من حمامنا وخالاتنا كانوا بيحمروا البلطي. فانا مش عارفه بصراحه. هو البهارات حلوه والسبايسز بتاعته حلوه برضو، يعني هو حلو للناس اللي بتحب السمك يكون مشوي. فادي دي كانت الوصفه بتاعتنا يا ستي الكل. اتمنى لو الوصفه عجبتك ان انت تجربيها وتكتبي لي في كومنت حلو هل انت بتجربي اي وصفه من الوصفات اللي انا بعملها ولا لا. لغايه لما تيجي في فيديو جديد ان شاء الله.